مسلة مسروقة عمرها أكتر من 2000 سنة كانت شاهدة على أعظم قوانين الأرض. هل كان ملك بابل عادلا أم مجرد طاغية بارع؟ شريعة الدم والعدل في صفحة من كتاب التاريخ. لو حد سرقك تقتله، ولو حد ضربك تبيد عيلته بالكامل. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. سر المقولة اللي بنرددها سنين قبل ما الأديان السماوية تنزل بآلاف السنين، وقبل ما العالم يعرف يعني إيه دستور ويعني إيه محاكم، الأرض كان بيحكمها قانون واحد بس: البقاء للأقوى. سلسلة من الدم ما بيوقفهاش غير الفناء التام، لحد ما ظهر ملك في مدينة بابل وقرر يغير القوانين للأبد. وفي سنة 1754 قبل الميلاد أمر بنحت مسلة يتحفر عليها 282 مادة قانونية، قوانين لو قرأتها النهارده تتصدم من قسوتها، بس وقتها كانت هي المعجزة اللي أنقذت البشرية من الفوضى. الحقيقة إننا مش بنتكلم عن مجرد مسلة أو أول دستور في التاريخ يكون في الدستور أقوى من الملك نفسه. وعلشان نفهم أكتر عن الدستور ده لازم نعرف مين كان وراه. وفي قلب بلاد ما بين النهرين حوالين نهر دجلة والفرات يتولد طفل في أسرة ملكية صغيرة في دنيا مليانة صراعات، ومن هو طفل كان بيشوف القوة والظلم حواليه. القبائل بتحارب على الأرض، والتجار بيخدعوا بعض، والمزارعين بيعانوا عشان بس يومهم يعدي. وكل ده خلاه يحس بالظلم والمعاناة، بس دماغه دايما كانت بتفكر ازاي ممكن نخلي العالم ده منظم، وازاي نخلق عدالة حقيقية. ومن اهتمامه بالناس اللي حواليه كان بيقعد مع والده في الأسواق يسمع الشكاوي ويشوف الصراعات ويراقب الجنود. كل لحظة صغيرة كانت بتعلمه ازاي العدالة ممكن تبقى أسلوب حياة مش مجرد كلمة. ومع مرور السنين يكبر حمورابي علشان يكون سادس ملوك السلالة البابلية الأولى. والحقيقة انه أدرك ان الفوضى بتظهر مع كل صراع على السلطة، وقتها ما كانش فيه نظام واضح، كل ملك بيحكم على حسب مزاجه. القبائل الصغيرة بتتحرك على هواها، وجيوشها الصغيرة بتحاول فرض سيطرتها. ويستلم الحكم سنة 1792 قبل الميلاد، ويفضل على العرش لمدة 42 سنة كاملة. والحقيقة اللي كتير ما يعرفهاش ان حمورابي لما استلم بابل كانت مجرد مدينة صغيرة وسط عمالقة زي أشور وإيلام، فقرر انه يحول بابل لمملكة عظيمة. طور الزراعة عن طريق بناء قنوات ري ضخمة، وحول الأرض من الجفاف لإنتاج ضخم من المحاصيل الوفيرة. ده غير إنه نظم التجارة الداخلية والخارجية بحيث إن الأسواق تزدهر والتجار كمان يحسوا بالأمان. وده مش بس اكتفى بكده، ده نظم الجيش بطريقة خلت كل جندي في القبيلة ملتزم بالقوانين. والنتيجة بابل بقت مركز حضاري واقتصادي قوي. بس في ال 12 سنة الأخيرة من حكمه كان الموضوع مختلف تماما، ولأن الفوضى قبل حمورابي كانت كتيرة فأثارها كانت لسه مكملة. ده غير إن القوانين كانت شفوية، فأي ملك كان بيفسرها على مزاجه واللي يخدم بيها مصالحه، وكل شخص في القبيلة كان يقدر يتجاوز على التاني. كانت الناس عايشة في خوف وظلم وعدم أمان، سرقة ونهب وقتل وغش في كل مكان، حتى العبيد كانوا عايشين من غير حماية. ومن هنا قرر حمورابي إنه يحط قوانين مكتوبة وواضحة يشوفها الكل وتطبق على الكل بنفس المعايير. فحط قوانين أذهلت العالم لقرون، منهم اللي شاف إنها قاسية ومنهم اللي شاف إنها مظهر للعدل. والفكرة إنه مش بس كان عايز يكتب مجرد قوانين، ده كان عايز حاجة ترمز للثبات والقوة، حاجة ما تتمحيش مع مرور الزمن. علشان كده اختار إنه ينحت القوانين دي سنة 1754 قبل الميلاد، واختار حجر الديورت الأسود لأنه أصلب من الجرانيت وصعب جدا يتمسح أو يتكسر. وهنا حمورابي استقر عليه عشان تكون القوانين محفورة للأبد، كل حرف محفور بعناية، وكل كلمة ليها وزنها، وكل قانون واضح وصريح. وحط قوانين جمعت كل حاجة في حياة الناس، من العقوبات للتجارة للميراث والزواج وحتى حماية الضعفاء والعبيد. وكان أول من وضع قانون في التاريخ تحمي حقوق الزوجة ومنع بيع الأبناء لسداد الديون. وكان أول واحد قال إن القانون محطوط لحماية الناس مش بس لمعاقبتهم. وتخيل معايا يوم في سوق بابل أصوات التجار والزحمة في كل مكان، ويظهر زوفر ويقف زوفر التاجر الصغير مذهول، محصوله كله اتسرق من لص في نص الليل. وقبل حكم حمورابي التاجر كان هيضطر يدفع رشوة علشان بس ياخد حقه، بس مع القوانين دي حقه رجع له فورا من غير اي نزاعات طويله، والحكم صدر على السارق وبضاعته رجعت له فورا. القبيله والناس بدات تحس بالفرق، القوانين مش مجرد حروف، دي قوه وعداله حقيقيه. واللوح ده ما كانش مجرد حجر، ده كان رمز للعدل والنظام الحقيقي، وقوه مرئيه للكل بقواعد ثابته تحميه وتخليه يعرف حقه قبل ما يتعرض للظلم. وعلشان نعرف كانت ليه فئه من الناس شايفاه ظالم وحاكم قاسي، بسبب قوانينه اللي كانت مرعبه لبعض الناس، زي مثلا اللي جرى على لسانه: اذا فقأ رجل عين رجل آخر فعليهم أن يفقأوا عينه، إذا كسر رجل سن رجل آخر من قبيلته فيتم كسر سنه، إذا ثقب رجل ثقبا في بيت فعليهم إعدامه أمام ذلك الثقب ودفنه فيه.
ومن هنا نعرف مبدأ العين بالعين والسن بالسن، واللي ما كانش للقسوة ده كان لضمان العدالة لكل الناس. والحقيقة ان حمورابي كان عارف ان اللي ما بيخافش من ضميره هيخاف لو عارف ان اللي هيعمله هيتطبق فيه بالملي. ويكتب حمورابي في خاتمة المسلة اقتباسه المشهور: لقد أقمت العدل في البلاد لكي لا يظلم القوي الضعيف ولكي يجد اليتيم والأرملة ملاذا. وبكده يكون في آخر 12 سنة من حكمه وحد بلاد الرافدين كلها تحت راية بابل. وبعد وفاة حمورابي سنة 1750 قبل الميلاد بابل ضعفت، والإعلاميين هجموا عليها وسرقوا المسلة وخدوها لبلادهم وهي إيران حاليا، وفضلت مدفونة تحت التراب آلاف السنين لحد ما اكتشفها العلماء الفرنسيين سنة 1901. والمسلة النهاردة موجودة في متحف اللوفر في باريس علشان تفضل شاهدة على أعظم قوانين كتبها ملك من ملوك العصر القديم. والحقيقة إن شريعة حمورابي كانت قاسية ويمكن ما تناسبش زماننا حاليا، بس هي اللي علمت البشر إن القانون هو اللي بيفرق بين الغابة وبين مجتمع منظم له قوانينه وأحكامه. السؤال هنا، تفتكر لو كان حمورابي لسه موجود لحد النهارده وشاف العالم بتاعنا، ايه اول ماده للقانون كان هيحفرها على مسلته؟ شاركوني رايكم في الكومنتات. انا عبد الله الشامي ودي صفحه جديده من كتاب التاريخ.